Okay, so now let's move to another part, which is more concerned with this beautiful topic, which غادي نهضروا دابا على شي يعني واحد الابحاث اللي قاموا بهم مجموعه من الباحثين اللي كتكون متعلقه يعني الانفانسي ديال الهيموسفيريك يعني specialization and so on and so forth. So infants as young as 1 day show relatively greater electrical activity to speech sounds and relatively greater right hemisphere electrical activity to non-speech sounds, and this research يعني piece of research was developed by Molavisi in 1977. هنا كنفهموا ان العالم هذا قام بواحد التجربه ولقى ان الانفنتس يعني الاطفال infants لقى انهم يعني electrical activity to speech sounds is more related to the left يعني ear يعني الودن ديال. لقى ان الدراري الصغار كيكون عندهم القدره على انهم يفهموا الاصوات الكلاميه ديال الانسان او ديال البارنتس ديالهم او يعني المجتمع ديالهم، اي بمعنى اللغه الكلاميه يعني اللغه يعني الاصوات ديال اللغه. لقاها انها يعني receive greater electrical activity في الاذن اليمنى في الاذن يعني الاذن اليسرى and relatively greater right hemisphere electrical activity to non-speech sounds. ولقى بان الاذن يعني اليمنى كتكون more related to يعني الميوزك البيانو جيتار الى اخره. هنا كنقدروا نميزوا ما بين يعني جوج الحوايج. هذا البحث هذا كيأكد على ان الاطفال الاذن اليسرى ديالهم كتكون يعني كتستقبل دوك الاصوات او لا الاصوات الكلاميه، الاصوات اللغويه اللي كتكون لغويه كاللغه كما كنتحدث دابا، هادو اصوات لغويه. ولكن ملي جاو يديروا تجربه اخرى لقاو بان الرايت اير يعني الاذن اليمنى كتكون يعني more electrically functioning مع الموسيقى، ميوزك يعني بيانو جيتار الى اخره. all of these يعني كيلقاوهم في الاذن اليمنى، وهذه بمثابه يعني an evidence اللي كتاكد على ان يعني الاذن اليسرى اللي كتكون عندها علاقه بالليفت هيمسفير كتكون يعني more related to speech sounds. اوكي because ملي تنقول لكم speech sounds راه ماشي راه speech sounds راه اللغه الكلاميه، لان حتى هذا sound. This is a sound لكن ما سميتوش speech sound، هذا sound وصافي. In a dichotic listening task with infants as young as 22 days, Inotus found the normal right ear advantage for musical notes like played piano, violin, so on and so forth. إذا العالم ديالنا Inotus لقى بأنه دار واحد التجربة ولقى بأن right ear يعني الأذن اليمنى كتكون كما قلت لكم كتستقبل الاذن الموسيقيه اللي كتكون متعلقه بالموسيقى بيانو جيتار، لكن الاذن اليسرى كتكون متعلقه بالاصوات الكلاميه كتقدر دير لهم يعني الديكودين. Furthermore, in complex acoustic experiments with infants, it appears that infants are sensitive to to those acoustic distinctions which are used to signal phonetic distinctions in human language, showing the same kinds of speech perception patterns as adults. وهذه كذلك دارت بإيماز يعني العالم ديالنا إيماز and so on and so forth. تأكد لنا البحث ديال أن يعني الأطفال كتكون عندهم القدرة أنهم يميزوا ما بين يعني الكلام اللغوي ثم الكلام يعني الأصوات الموسيقية، الأصوات الكلامية والأصوات الموسيقية. يعني ملي داروا التجربه لقاو بان الاطفال كيكونوا predisposition كتكون عندهم القدره بفضل الله سبحانه وتعالى انهم يميزوا ما بين ما يتحدثه الانسان عن طريق الاصوات يعني الكلاميه اللي كيخرج مع الفم ديالو والانف ديالو، وكذلك يعني يقدروا يميزوا لك ما بين الاصوات اللي كتكون موسيقيه او متعلقه يعني بالبيانو الى اخره. هذا كيأكد على ان الاذن اليمنى كتكون متعلقه بالموسيقى وبالاصوات يعني الموسيقيه، والاذن اليسرى كتكون متعلقه يعني بالاصوات الكلاميه. Now let's